المغرب يمدد أيام ملتقى الفلاحة. أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه سيتم تمديد نسخة هذه السنة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب الذي تحتضنه مدينة مكناس إلى 9 أيام بدل 7. وقالت الوزارة ذاتها في بلاغ توصلت به جريدة هيسبريس الإلكترونية إن مدينة مكناس ستحتضن من يوم الاثنين 20 إلى الثلاثاء 28 أبريل المقبل فعاليات الدورة الثامنة عشر من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تحت رعاية الملك محمد السادس. وينظم هذا الحدث الدولي البارز هذه السنة تحت شعار استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية، فيما تحل البرتغال ضيف شرف هذه الدورة. وأضافت الوزارة أنه نظرا للنجاح الكبير الذي حققه هذا الملتقى سواء لدى المهنيين أو عموم الزوار، تم تمديد مدة تنظيم هذه السنة إلى 9 أيام بدل 7، مردفة سيفتح الملتقى أبوابه من 20 إلى 28 أبريل 2026 في وجه المهنيين، ومن 22 إلى 28 أبريل 2026 في وجه العموم. وبخصوص مواضيع هذه الدورة، سجل البلاغ أنه ستسلط الضوء على المكتسبات المحققة في تطوير سلاسل الإنتاج الحيواني، ولا سيما فيما يخص الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان والسلامة الصحية والأداء الاقتصادي والتقني لوحدات الإنتاج الحيواني. وأكدت وزارة الفلاحة أن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب رسخ منذ إحداثه مكانته كموعد بارز في الأجندة الفلاحية على المستويين الوطني والدولي، وزادت كما يشكل فضاء يلتقي فيه صناع القرار والفاعلون الاقتصاديون والمهنيون والفاعلون المحليون والشركاء الدوليون. وتطمح هذه الدورة الثامنة عشر إلى استقطاب ما يقارب 1500 عارض ومشاركة 70 دولة إلى جانب تنظيم أكثر من 40 ندوة.